أهلا بكم في لقاء جديد من حلقات وسط تاريخ في عنوان على نياتكم ترزقون. كنت وعدت حضراتكم امبارح بأن احنا هنتكلم عن الشيخ حسن الجبرتي النهارده. الشيخ حسن الجبرتي اللي هو مثال لشخص تمتع بكل النعم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينعم بيها على إنسان، ولكن تلك النعم لم تمنحه إلا الحزن. تخيل يبقى عندك كل حاجة ومحروم. يا ترى ايه اللي حصل او ايه الحكاية؟ تابعونا. وطبعا مش محتاج افكركم ان مش انا اللي هقول، الكتب هي اللي هتقول. على نياتكم ترزقون. صح. الشيخ حسن الجبرتي مش مجرد عالم ازهري او شيخ ازهري، لا، تتخطى مراحل العلم لدرجة إنه كان متفوق في الهندسة وعلم الفلك والتراكيب الكيميائية زي ما وصف ابنه وبيقول: وكان فريدا في صناعة التراكيب والتقاطير واستخراج المياه والأدهان وغير ذلك. ده وصف ابنه عبد الرحمن الجبرتي، اللي بالمناسبة النهاردة أول مصدر هنتكلم منه أو المصدر الوحيد اللي هننقل منه كتاب تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن حسن الجبرتي، شيخ مؤرخين العصر الحديث. اتولد الشيخ حسن الجبرتي سنة 1110 هجري، واتولد يتيم. كفلته جدته الست ستيتة بنت عبد الوهاب أفندي، وتولى الوصاية عليه وإدارة شؤون أملاكه الشيخ محمد النشرتي. وكلمة وصي هنا أو إدارة الأملاك كلمة مش بقولها اعتباطا، لا، دي كانت عيلة كبيرة وغنية جدا. يعني جدته دي كان لما بنتكلم في أملاكها بيوت في الفسطاط، بيوت في الأزهر، بيوت في بولاق، بيوت في الجيزة، وأراضي زراعية ووكالات ومحلات. موضوع كبير. في وسط الإطار ده تتجوز جدته أمير من الأمراء العثمانيين اسمه علي أغا باش اختيار، اللي كان هو كمان داخل بفلوسه عزوته وكذا يعني. طبعا الثراء ده ما خرجش طفل متدلع ومترفه وملوش في، لا، اتمكن او اتولت جدته رعايته هي والشيخ محمد النشارتي، وغرسوا فيه مبادئ العلم. ليه بقى؟ تعالوا نرجع بالزمن خطوه لورا ونشوف مين هي عيله الشيخ حسن الجبل. هو حسن ابن ابراهيم ابن حسن ابن علي ابن محمد ابن عبد الرحمن الجبرتي. جده عبد الرحمن الكبير هاجر من مدينه زيلع في بلاد الحبشه، الصومال حاليا تقريبا، وراح بلاد الحجاز. تنقل ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للدراسة والبحث وتلقي العلم، ومنهم راح لجدة، ومن جدة اتنقل لمصر وعاش فيها من ضمن مجاوري أو مشايخ الأزهر. ونعتبر أن عبد الرحمن الجبرتي الكبير هو من مؤسسي رواق الجبرتية في الأزهر الشريف. فدي ببساطة البيئة اللي خرج منها الشيخ حسن الجبرتي، إن أجداده وآبائه اللي كانوا عايشين في مصر كلهم علماء أو كلهم مشايخ أفاضل درسوا في الأزهر ودرسوا في الأزهر الشريف. من هنا نرجع لجدته مرة تانية ونقول إن الست ستيتة جدة الشيخ حسن وفرت له كل سبل التعليم بسخاء. وبصراحة زي ما بنقول بالبلدي على اولادنا، لما تلاقي عيل متفوق تقول ايه؟ الواد مش خساره في الفلوس، لازم نوفر له كل سبل التعليم، واحنا شعب بنحب نعلم ولادنا. وبصراحه الشيخ حسن ما تاخرش، تفوق جدا وكان من الطلبه النابغين. يكبر الشيخ حسن ويخش
سن الشباب، يعدي سن البلوغ، وجدته الست ستيتا تقرر ان هي تجوزه بنت علي اغا باش اختيار اللي هو زوجها، على اساس يبقى العيله منها فيها. وبالفعل يتجوزها الشيخ حسن، ولكن لم تمر فتره كبيره، يعني ما عداش سن العشرين، وتيجي طوفان او طوفه طاعون يروح فيها الامير علي اغا اختيار، وتروح فيها جدته الست ستيتا، وتروح زوجته بنت علي اغا اختيار، ويورث الشيخ حسن المجموعه دي كلها، وفوق منها قلعه المويلح اللي كان علي اغا اختيار اميرها. تخيل لما تورث قلعه، حاجه. كبر الشيخ حسن في الازهر الشريف، وبقى من كبار المدرسين اللي بتعمل او بتدرس او بتعلم في اروقته. وكان مميز ان هو محب جدا لفنون الهندسه والفلك والحساب والمنطق الى اخره الى اخره، لدرجه ان حصل موقف فريد أوي. في يوم جه مصر والي عثماني اسمه نشنجي احمد كور باشا. احمد كور باشا ده كان معروف عنه ان هو تربيه مدارس اسطنبول اللي بتقوم على الدراسه العلميه البحته، وكان محب قوي لعلم الرياضيات والهندسه. وكان من الجماليات او من اخلاقه ان هو بيحب يقعد مع المشايخ والعملاء او العلماء. كان قاعد مع الشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الازهر، وبيسأله في بعض المسائل الرياضية والهندسية. الشيخ عبد الله قال له والله أنا ماليش في الحاجات دي، مش دراستي أو مش الجانب العلمي اللي أنا متخصص فيه، أنا راجل بتاع دين. فأحمد كور باشا بص له باستهزاء وقال له يعني احنا عندنا هناك في اسطنبول او في بلاد الاناضول بنقول على مصر ارض العلم وارض الثقافه وارض الدرايه، وانتوا مع علم وانتوا وتيجي انت يا شيخ الازهر ما تعرفش مساله حسابيه او مساله رياضيه؟ ما ده كلام. يرد شيخ الازهر عبد الله الشرقاوي قال له لا، انا قلت لك ان انا ما اعرفش، لكن ما قلتلكش ان مصر ما فيهاش حد بيفهم في الحساب والهندسه والرياضه. قال له يعني مين اللي بيفهم؟ قال له عندنا الشيخ حسن الجبرتي، ده من كبار العلماء في الهندسه والرياضيات الى جانب علمه في الفقه والدين. قال له خلاص ابعت هاتون. يرد الشيخ عبد الله الشبراوي يقول له لا، ليس مثل هذا من نؤتي به. ده اللي يطرح له. يعني احنا دورنا في الازهر بنخدم العلماء، راجل زي ده احنا اللي نروح له مش هو اللي يجي. فان كنت تريد زيارته ارسل له خطاب رسمي من عندك ليه، يبقى منك ليه بصفتك الوالي، لكن انا ما اقدرش ابعته. متخيل المكانه العلميه او احترام فضيله شيخ الازهر الامام الاكبر عبد الله الشبراوي لفضيله العالم الجليل الشيخ حسن الجبرتي. دي توضح جانب من جوانب الاحترام او المكانه اللي بلغها الشيخ حسن الجبرتي في مصر وقتها. بالفعل يجي الشيخ حسن الجبرتي ويطلع القلعه بمنتهى التواضع ويقابل احمد كور باشا. احمد كور قعده والتانيه قام وفاجئ الشيخ حسن الجبرتي ان هو بيبوس ايده وبيبوس رجليه وبيقول له انت من العلماء الافاضل وانت صاحب فضل عليا. ليه؟ لانه اقتنع انه فعلا دارس وعالم وفاهم. يجري احمد كور باشا بعض اجراءات تحسين الاوضاع العلميه او التعليم او شؤون التعليم في مصر. وطبعا كان الازهر الشريف هو المناره الوحيده المتبقيه من العديد من المدارس اللي اتقفلت في الفتره العثمانيه. احمد كور باشا طلب من الشيخ حسن الجبرتي ان يعمل مزوله اللي هي الساعه الشمسيه اللي بتحدد توقيت الصلاه، او بيعرف المصلي منها توقيت الصلاه في الظهر والعصر. بالفعل ينفذ حسن الجبرتي مجموعه من المزاول، هنلاقي واحده في صحن الازهر وواحده فوق سطح الازهر وواحده فوق
مجموعة محمد بيك أبو الدهب أو اتكية محمد أبو الدهب. فوقيها هتلاقي المزولة اللي معمولة بيد الشيخ حسن الجبرتي. وعمل واحدة أهداها لجامع أو ضريح الإمام الشافعي، وواحدة موجودة لغاية النهاردة في جامع سيدي عقبة في منطقة التونسي. ومن عجائب الامور يتعرف الشيخ حسن الجبرتي في قعده من القعدات مع احمد قور باشا على راجل كبير من الاعيان اسمه رمضان جلبي. رمضان جلبي كان راجل ميسور الحال وغني جدا جدا، وكان عنده بنت واحده عرض على الشيخ حسن ان هو يتجوزها، وبالفعل الشيخ حسن يتجوز بنت رمضان جلبي. ولكن يشاء السميع العليم تمر فترة ويموت رمضان جلبي ويورث حسن الجبرتي جميع ممتلكات رمضان جلبي. اطمن، بنت رمضان جلبي فضلت عايشة، وحصل مع الشيخ حسن الجبرتي معاها موقف لا ينسى. في يوم من الأيام الشيخ حسن الجبرتي سافر الحجاز لأداء مناسك الحج، وكان ليه صديق هناك اسمه الشيخ عمر الحلبي. الشيخ عمر الحلبي كان راجل ميسور الحال برضه، فطلب من الشيخ حسن ان هو يشتري له جاريه حلوه من القاهره، لانه عشمان ان يعني تسري عنه وكده. الشيخ حسن وافق، وعلشان الشيخ عمر يضمن ان الشيخ حسن ما ينساش اداله فلوس حق الجاريه او جزء من في حق الجاريه. بالفعل الشيخ حسن ينزل مصر ويزور احد اصدقائه من تجار الرقيق، ويشتري جاريه جميله جدا. طبعا بطبيعه الحال لما خد الجاريه وداها البيت عنده، زوجته اللي هي بنت رمضان جلبي خدت الجاريه عيشتها معاه. فاقل من شهر بنت رمضان جلبي زوجة الشيخ حسن تعاملت مع الجاريه كانها بنتها. يقرب الميعاد اللي هتسافر فيه القافله بتاعه الحج والمحمل من مصر، بالتالي الشيخ حسن ملزم ان هو يبعت الجاريه مع القافله اللي رايحه الحجاز. يقرب الموعد والشيخ حسن قاعد مع زوجته بنت رمضان جلبي، ويقول لها جهزي الجاريه وشويه الهدوم اللي معاها والزاد اللي هينفعها في الطريق. ليه؟ علشان هبعتها لصاحبها، الامانه لازم ترجع لاصحابها. قالت له لا 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 لا، انسى، البنت دي انا حبيتها وانا ما خلفتش واعتبرتها بنتي. اشتري واحدة تانية وخد من فلوسي لو عاوز، واشتري لها اشتري لصاحبك جارية تانية من السوق، ولكن البنت دي مش هتخرج من هنا ومش هتفارق حضني. حاول الشيخ حسن ان هو يراجعها في طلبها، لكن واضطر يوافق. وعلشان تدبسه في ان هي تفضل البنت موجودة في البيت، اعتقت البنت وزوجتها لزوجها الشيخ حسن الجبرتي. ويوم دخلته تخيل بنت زي القمر، الحياة هتبقى عاملة ازاي. انا عذرك لو انت بصيت للموقف من حيث ان راجل وارث قلعة ووارث حماه الاولاني وحماه التاني وفلوس واطيان واراضي وبيوت، يعني ليك حق بصراحة. عاش الشيخ حسن مع زوجاته وخلف من الجارية بالمناسبة، لكن تمر فترة مش بعيدة وترقد بنت رمضان جلبي بالحمى، وهنا تحزن عليها الجارية وترقد جنبها. يا ساتر يا رب، عينكم فلقت الحجر. حسدت الراجل ان ما كملتش جملتين لسه بقول الله يسامحكم. البنت حزنت على ستها، رقدت جنبها. عينكم فلقت الحجر. الست تفوق؟ لا ما تفوقش. طب الجارية تفوق؟ لا. من شدة الحزن الجارية ماتت. تفوق الست بنت رمضان جلبي تبص عليها تلاقيها يا عيني بتفرفر، فقالت البت ماتت. فالشيخ حسن قال لها ازاي بس، ده هي بس الحمى والوقت الحرارة تنزل وتقوم بالسلامة. قالت له لا، انا لسه شايفاها في الحلم البت ماتت. قلبي حس. بالفعل يقلبوا البنت لقوها ماتت.
الله يرحمها. الست قعدت تصرخ عليها وتولول، وتاني يوم جهزوها وغسلوها وصلوا عليها، وهي بنفسها وقفت على أمور الغسل والتكفين. راحوا وصلوا البنت للدفنة، دفنوها ورجعوا لقوا بنت رمضان جلبي ماتت. عارف ان بعضكم مستني الكلمة اللي هقولها. يورث الشيخ حسن زوجته بنت رمضان جلبي فلوس كتير كتير قوي قوي قوي. بس فكر، الامل اول علاج للالم. الانسان مستحيل يعيش بوجع الالم من غير ما يكون عنده امل في الشفاء. بس علشان يفضل على طول عنده امل بالحياه لازم يكون عنده صبر، والصبر محتاج قلب مطمئن، والقلب المطمئن محتاج عقل واعي، والعقل الواعي محتاج علم. ليه؟ لأن العلم محتاج وعاء مخلص وأمين يستوعب كل الحاجات دي. ربنا سبحانه وتعالى جمعها في شخص الشيخ حسن. أنا مش عارف ردود أفعالكم، إن كنتم متعاطفين معاه فلكم حق، وإن كنتم غير متعاطفين معاه وبتحسدوه على الميراث أنا أعاتبكم. لأن الشيخ حسن حالة فريدة جدا جدا. أنت ما تعرفش ظروفه وما تعرفش الحياة اللي هو عايشها. أنت باصص للإطار المادي اللي هو عايش فيه، باصص لأسلوب الحياة الرغيدة، باصص الزوجات والعيال بالمناسبة الشيخ حسن كان عنده 47 عيل، 47 ولد وبنت. هو فعلا ورث ميراث ضخم، وكان عنده فلوس ملهاش أول من الآخر. بس في ورث تاني هو شاله على كتافه، اليتم. الشيخ حسن من أول يوم في حياته وهو يتيم، ولما كبر ده الحرمان طول حياته. تموت أمه وأبوه، بعدها يموت الوصي عليه، بعدها يموت جدته وزوجها، تموت أولى زوجاته بنت علي أغا، تموت زوجاته أحبهن إلى قلبه بنت رمضان جلبي، ويموت 45 ولد وبنت من ولاده، 45 ولد وبنت، ويفضل عنده ولدين، عبد الرحمن وأبو الفلاح. أنا هعذرك لو أنت تمنيت تكون مكان الشيخ حسن في الميراث اللي ورثه، بس هسألك سؤال واحد: هتصبر على موت زوجاتك كلهم وأولادك كلهم 47 يفضل منهم اتنين؟ هتصبر على موت أهلك كلهم وتعيش لوحدك؟ فكر في السؤال ده ونكمل القصة. شايف المنظر ده؟ الشيخ حسن كان بينام كده. الشيخ حسن زهد كل حاجة، ما كانش بيهمه فلوس ولا بيهمه منظر ولا بيهمه مظهر ولا أي حاجة من مظاهر الدنيا الخداعة. الشيخ حسن ترك كل حاجة وزهد كل حاجة. ما كانش مهتم ان يلبس اشيك حاجة، ولا كان بيهتم ان يقتني اغلى حاجة. كل اهتمامه في الحياة العلم. يبلغ من العمر 75 سنة، لم يتبقى من 47 طفل إلا ولدين، أبو الفلاح وعبد الرحمن. في يوم يوصلوا نبأ وفاة أبو الفلاح، كان أبو الفلاح لسه عنده 12 سنة، طفل برضه، ويفضل عبد الرحمن.
ساعتها الشيخ حسن الجبرتي من شدة حزنه يجمع ولاده، أو آسف يعني عياله. كلمة عيال يعني زوجات أو جواري أو أهل البيت يعني. طبعا ما فيش إلا مين؟ عبد الرحمن. جمع عياله في بيت الصناديقية. طبعا كان الأول بيبقى كل جماعة أو كل بيت فيه جماعة من أهله. المهم إن هو جمعهم كلهم في الصناديقية، وعاش معاهم في اخر ايامه. زهد الخروج نهائيا، ما بقاش يخرج من البيت. حتى الطلبه بتوعه اللي كانوا بيزوروه في البيت كان بيعطيهم الدرس في البيت، يمليهم القراءات وكذا، او يسمع منهم، او لو في حد محتاج فتوى من الناس العاديه كان بيزوره في البيت ويسمع فتواه. لو في عوارض او في حاجه من زملائه كانوا برضو بيزوروه في البيت. امتنع الشيخ حسن الجبرتي من الخروج من البيت نهائيا. الشيخ حسن الجبرتي في الفتره دي أقل ما يقال عنه إنه كان هم ماشي على رجلين. حزن وهم ماشي على رجلين، لدرجة إن رجله ما بقتش تتحمل. كان بينام وهو قاعد، ما بيرتاحش جنبه على حاجة، ملوش ونيس وملوش أصحاب. فتح باب بيته للطلبة مجاوريه الأزهر اللي كانوا بمثابة طبطبة عليه. عبد الرحمن الجبرتي ابنه أو الأخير المتبقي من 47 طفل وطفلة. لما تقرا عبد الرحمن الجبرتي وتشوف بيتكلم عن ابوه ازاي، طبعا نظرة الفخر والاعتبار، وان ابوه عالم كبير وليه مكانته، عالم كبير كان السلطان العثماني بيبعت له ويراسله ويهديه بالكتب. يعني كان السلطان العثماني بيبعت لحسن الجبرتي، الشيخ حسن الجبرتي، الكتب والمخطوطات. وكان لما حسن الجبرتي يكتب كتاب يبعته هدية للسلطان شخصيا. طلاب تجيله من اوروبا، طلاب يجوله من المغرب، من الحبشه، من السودان، من نيجيريا، من الحجاز، من العراق، من اليمن. مكانه كبيره قوي من حق الشيخ حسن ان هو ياخدها في قلب ابنه او في نظره ابنه، ان هو شايف ابوه مكانه كبيره وعظيمه تستحق كل ده. بس بين السطور هنلاقي عتاب. سؤال من عبد الرحمن: انت ليه حرمتني منك وانت حي وحرمتني منك وانت ميت؟ عبد الرحمن الجبرتي هنلاقيه دايما في آه احساس بالوجع ناحيه ابوه، بالحرمان. دايما لما اقرا سطور عبد الرحمن الجبرتي وهو بيتكلم عن ابوه الاقي شعور بالحزن تجاه ابوه او عتاب. لما حطيت نفسي مكان الشيخ حسن الجبرتي، الإحساس الوحيد اللي حسيته إن هو خاف إن قلبه يتعلق بعبد الرحمن فاضطر إن هو يبعده عنه. خاف يفقده، خاف يتحرم منه هو كمان. الشيخ حسن الجبرتي وصلت مكانته العلمية إن اتعرضت عليه إن هو يكون مفتي الديار المصرية أو مشيخة الأزهر، ولكن هو رفض وقال: مثل هؤلاء نحن نخدمهم. يعني احنا الخدم لشيخ الازهر او لمفتي الديار المصريه. مكتبه الشيخ حسن كانت مفتوحه للي رايح واللي جاي. مجاورين الازهر او تلاميذ الازهر وطلابهم وزملاء والمشايخ كانوا بيروحوا ياخدوا من عنده كتب كاستعاره. كان عنده مكتبه ضخمه في بيوته كلها. يعني هو كان عنده اكتر من بيت، في اوض في كل بيت، اوض مليانه كتب، وفي اوض مليانه ادوات هندسه، وفي اوض مليانه ادوات تتعلق بالكيمياء او باستخلاص مواد عطريه او عطاره كما يقال. هنلاقي اوض مليانه ادوات خاصه بالجبس وكذا على حسب وصف عبد الرحمن الكبري. الشيخ حسن علامة عصره وأوانه.
ما شفتش شخص شال العلم ده كله، ولا شفت شخص شال الهم ده كله وفضل عايش. صبر كبير قوي 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 قوي. كان دعاءه المفضل: يا رحيم كل صريخ ومكروب، يا غياثه ومعاذه. شيخ حسن من الدعاء ده تحس ان كان جواه وجع. ازيدكم وجع. هتشوفوا صور هنزلها لكم دلوقتي. ده بيت الشيخ حسن الجبرتي، لا، ده قبر الشيخ حسن الجبرتي في الستينات او بعد الستينات. تظهر كمية غير طبيعية من العشوائيات اللي تظلم مقابرنا نحن سكان القاهرة. مقابرنا اللي تم إفساد حرمتها، هتك حرمتها، الميت لحرمة، حي وميت. يجي واحد يبني بيت فوق قبر الشيخ حسن الجبرتي، زي ما انتوا هتشوفوا في الصور: حمام وأوضة نوم وأكل وشرب، أسرة عايشة فوق قبر الشيخ حسن الجبرتي. ملايين تم هتك حرمة قبورها. معاناة الشيخ حسن لم تنتهي. النهارده البيت اللي كان الناس ساكنه فيه فوق قبر الشيخ حسن وابنه الشيخ عبد الرحمن وعيله الشيخ حسن الجبرتي، البيت ده وقع زي ما انتم شايفين في الصور. وجع، مش عارف اقول ايه. معاناه ان انت تتعذب في حياتك وتتهان حرمه قبرك وانت ميت. حرمه القبر. مش عارف قسوه القلب دي جت منين. مش عارف. ومش لاقي لها عذر ولا لاقي لها مبرر. اسف جدا، مش عارف ابتسم ولا عارف اديكوا براقة امل. اسف لو حد زعل من كلامي. انتظرونا الحلقة الجاية ان كان لنا عمر. لغاية من هنا اقول لكم خلص الكلام بالتمام. السلام عليكم.